هو الوقت واقف؟ الوقت ما بيتحركش ليه؟ ما بيجريش ليه؟ طب انا مش حاسس ان انا عايز انام ليه؟ يعني انا في الايام العاديه بنام لي مثلا بتاع 19 ساعه، ده لو ورايا حاجه، يعني لو عندي شغل ولا جيم ولا حاجه بنام لي مثلا في حدود 18 ساعه 19 ساعه. لو ما ورايش بنام 22 ساعه اساسا مريح. انا مش جالي نوم ليه؟ مش حاسس باي نوم خالص. وبعدين انا دي مش ناسي ان انا صايم. يعني ليه ما انساش اني صايم واخش ابلع شويه ميه، شويه بصوا بقي، بصوا بقي بيعمل ازاي. مش قادر، يعني هموت. وبعدين اغبى حاجه انت ممكن تعملها ان انت تاكل حاجه مسكره على السحور. تمام. وعشان ككل البشر او 90% من المصريين بيقولوا ان رمضان احنا هنخس فيه، انا قلت اخر يوم هاكل فيه شوكولاته امبارح. فكلت علبه نوتيلا، كنت بجيب الشوكولاته من تحت باطي هنا كده. غرقت. تمام. فانا صاحي الصبح، اقسم بالله يعني شفايفي كانت ملزقه ببعض، جسمي ملزق كده، مش عارف اتحرك خالص. فالموضوع صعب. وبعدين الله يبارك لكم الناس بتاعت انت صايم ولا زي كل سنه، انا كافر ما بصومش يا عم. انا اصلا اتبعت الدين الجديد، انا امام الجامع بتاع مدينه نصر في الدين الجديد. في حاجه ما حدش يسالني السؤال ده يا جدعان. ده مش هزار، دي سخافه سخافه. انت صايم ولا زي كل سنه؟ انا لو مش صايم اصلا هقول لك برضه صايم، يعني هجهر بمعصيه؟ فانا لو مش صايم هقول لك ان انا صايم. فيا جدعان الله يبارك لكم، قبل الفطار يا ريت ما نتعاملش مع بعض خالص خالص. حلو كده عشان نفضل صحاب والدنيا تمشي ونبقى زي الفل. وبعد الفطار يا دوبك اصلا هقضي 8 ساعات الفطار اكل. ففي طول شهر رمضان بقى، ما يعني تعالوا عيدوا عليا يوم الوقفه. قبل كده محدش يتكلم معايا خالص.